ازيكم عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح حاجه تانية غير ايسف. يعني انا عارف انكم متعودين ان احنا بقول هشرح ايسف مش عارف ايه النهارده، فلا دي هتبقى حاجه جديده. هنشرح النهارده عامه حاجه جديده اللي هي بلاي بروجرامز، وهفهمكم يعني ايه سيشن بروجرام وكده. وخلاص احنا اي حاجه تخص ايسف عامه احنا خلصناها، سواء سلسله البوستر، سواء ازاي انك تجيب فكره، سواء عامه اساسيات الريسيرش ذات نفسها. فخلاص احنا هنخش بقى على حاجه متقدمه اكتر، وان هو الريسيرش بروجرامز دي هتخليك انك تعمل ريسيرش بيبرز اللي انت بتشوفها على جوجل سكولر عادي. ودلوقتي هافهمكم عامةً يعني إيه سيرش بروجرام وكده. بالنسبة للسيرش بروجرام اللي هو أنت عندكم 2 اللي هو لامير وبايونير، بس إحنا في الفيديو ده إحنا هنشرح لامير، وإن شاء الله في فيديو جاي هنشرح بايونير يعني، بس إحنا كده إن شاء الله هنعمله يعني، تمام. فهو لامير هو founded من هارفارد أوكسفورد ريسيرشرز. وهو بيبقى عبارة إن أنت بتشتغل independently مع mentor بيبقى معاه PhD في المجال اللي أنت مقدم عليه عامةً، أو في الfield اللي أنت مقدم عليه في الapplication، سواء مثلًا computer science مثلًا، سواء public health مش عارف، سواء psychology، سواء أي حاجة. فهو أنت بيبقى individual research كده، أنت بتقعد أنت والmentor بتاعك في Zoom meeting مثلًا، وإيه وبتقعد بقى إيه يعني تتناقشوا في الresearch question اللي أنتم عايزين تشتغل عليه، بعد كده في الproject اللي أنت هتشتغل عليه، بعد كده إيه بتبتدي إنك تعمل الpaper اللي هي بتبقى من 12 ل15 صفحة، تمام. فهو عامةً ده تعريف الresearch question يعني. تاني حاجة اللي هو why do research because research ده بيعمل impact في الworld، بحيث مثلًا أنت ممكن إنك تعمل innovation مثلًا يساعد إن هو يعني يكشف مرضٍ ما، يساعد في علاج مرض ما، يعني هو ممكن يستخدم أصلًا في إن أنت تعمل اختراع جديد ينقذ حياة ناس وهكذا. وبرضه أنت بييجي لك expertise in a topic اللي هو بيثقفك أكتر في المجال اللي أنت حابب إنك تشتغل فيه مثلًا. يعني أنت مثلًا دلوقتي أنت بتحب الartificial intelligence مثلًا، بتحب الصحة، بتحب مثلًا البيولوجي، فأنت مجرد لمّا تيجي تعمل research مثلًا عن مثلًا الgenetics مثلًا في مرّة، بعد كده مثلًا عن الcells في مرّة، فهو ده بيثقّفك أكتر وبيعرّفك حاجات كتير أوي عامةً عن الresearch وكده، أو في قصدي في المجال اللي أنت بتعمل research فيه. بعد كده برضه بstand out for admissions، فهو إنك لمّا تيجي تعمل research ده بيبقى عامةً ده بتبقى effective way إن أنت بتورّي الsense بتاعتك والabilities بتاعتك اللي هو الadmission officer، إن هو بيشوف لأ أنت شخص يعني ليك في الresearch، عامل research paper مثلًا، وبرضه في نفس الوقت أنت ممكن تكون عامل project برضه، ومثلًا حققت بيه مراكز كويسة في مسابقات، فده بيدل إن أنت شخص عندك يعني إيه solid based يعني في الresearch وكده، تمام. بالنسبة للacademic principles فهو أنت يعني إمتى تكون eligible عامةً في إنك تقدم على مير، هو مجرد 3 حاجات بس بسيطة أوي. أول حاجة إن أنت يعني يكون عندك شغف في الحاجة اللي أنت عاوز تعمل عليها research، مثلًا دلوقتي أنت بتحب الcomputer science، وأنت مثلًا الresearch question مثلًا بتاعك إن أنت تدمج الcomputer science الhealth، وتعمل مثلًا زي device أو حاجة، تمام. فخلاص أنت عندك شغف إنك تعمل حاجة زي كده، وإنك دوّرت على حاجات كتير وثقفت نفسك عامةً، وأنت جاهز إن أنت تبتدي مثلًا معلوميًا إنك إيه تعمل الresearch ده، تمام. فأهم حاجة إن أنت يكون عندك curiosity اللي هو يكون عندك شغف، تمام. برضه لازم يكون عندك إن أنت القدرة إنك تشتغل لوحدك، لإن الmentor هو مجرد بيguideك، يعني بيguideك اللي هو إزاي؟ لإن هو الmentor هو مجرد إن هو بيرشدك، يعني بيguide you يعني. فاللي هو أنت بتقعد مثلًا معاه في الsession، بيشرح لك 1، 2، 3، بيفهمك 1، 2، 3، وبعد كده هو مش هييجي يقعد كمان يشتغل معاك، لأ أنت المفروض إنك تشتغل لوحدك، تسأل يعني تسأل ناس تانية، تعرف إنك تجيب المعلومة بنفسك وهكذا. فاللي هو لازم يكون إن أنت شخص بتعرف إنك تعتمد على نفسك إنك تجيب المعلومة وكده، تمام. تالت حاجة برضه إن أنت مش شرط إن أنت يكون معاك خبرة قوية أوي في المجال اللي أنت تشتغل فيه، هو بس مجرد شغف، مجرد مثلًا حاجات بسيطة أنت عملتها، كتاب قرأته مثلًا، inspiration مثلًا يعني ليك وأنت صغير مثلًا عن المجال ده، زي مثلًا إن أنت يعني إيه inspiration عامةً مثلًا اللي هو كنت مثلًا بتلعب في الكمبيوتر وأنت صغير مثلًا، فكنت عاوز تعرف إزاي اللعبة بتتعمل وكده، فإيه inspiration عامةً. فهو بس هُم بيهتموا أوي بحتة الشغف وإن أنت عاوز تعمل إيه في الprogram، تمام. نخش بقى إيه على صلب الpresentation نفسها اللي هو الapplication process. أول حاجة أنت بيبقى في online application، بعد كده بيبقى في بقى interview round، بعد كده في mentor matching، وبعد كده إيه بتstudy your research، تمام. فدلوقتي إحنا هنفتح معاكم الonline application وهنشرح لكم عليها. دلوقتي أنت تكتب عادي على جوجل لومير، وتخش على أول لينك عندك، هنا بيجيب لك هنا إيه click here for apply، وهنا اللي شغال دلوقتي الfull cohort. هو أصلًا بيبقى في أكتر من cohort، بمعنى بس كده أهو، بيبقى في أكتر من cohort بمعنى الcourse ده بيبقى الوقت اللي هيبتدي فيه الprogram. يعني مثلًا دلوقتي إحنا عندنا الfall اللي هو وقت الخريف، هيبقى في وقت الربيع، هيبقى في وقت الصيف، ووقت الصيف متقسّم كوهورتين، اللي هو summer cohort 1 وsummer cohort 2، وكل cohort بيقعد من 3 ل4 شهور عقبال ما تخلّص الresearch بتاعك، تمام. فهو ده عامةً تعريف اللي هو الcohort. فدايمًا هو في أي cohort شغال بيجيب لك هنا click here for apply،
بس تضغط عليه هنا أهو، ويفتح لك دلوقتي بقى إيه الapplication بتاعة لومير. هاشوف فتح ليه. دي دلوقتي الapplication بتاعة لومير. أنت هنا بتكتب اسمك، هنا بتكتب الاسم الأولي بتاعك اللي هو preferred name يعني. بعد كده أنت ذكر والّا أنثى. بعد كده أنت تكتب هنا الbirthday بتاعك، أنت بتكتبه هنا بالطريقة دي اللي هي أنت بتكتب الmonth اللي هو جون كده أهو. بعد كده 29/2008 بس بالطريقة دي. تمام. بس. أنت في أنهي مدرسة، بعد كده أنت في أي grade، بعد كده أنت هتتخرج من مدرستك إمتى، بعد كده الإيميل بتاعك، بعد كده رقم تليفونك، بعد كده بتعمل العادية yes. بعد كده أنت بتشوف الدولة اللي أنت بتكتب الدولة اللي أنت عايش فيها، فأنت تكتب هنا Egypt. بعد كده برضه هنا بتكتب هنا Egypt. تمام. أو الدولة اللي أنت عامةً يعني أنت واخد الجنسية فيها. بعد كده أنت عايش فين دلوقتي برضه، هنا مثلًا Egypt. بعد كده دلوقتي الtime zone بتاعك، فهو مصر دلوقتي اللي هو GMT+3. تمام. +3، لكن لمّا التوقيت الصيفي يتلغي هيبقى GMT+2. تمام. اللي هو غالبًا هيبقى في الربيع حاجة زي كده مش متأكد. هنا الguidance counselor name. مش شرط عامةً يبقى في counselor. وهنا لو أنت مش موجود counselor بتكتب هنا NA. تمام. الcounselor ده عامةً بيبقى معروف في مدارس الSTEM وكده. تمام. الإيميل بقى بتاعه، بعد كده الcode. أنت بتختار هنا الfull code. تمام. بعد كده أنت بقى دي مهمة أوي، أوي، إن أنت بتقدّم على أنهي program. هنا بتقدّم على الindividual research program ده يا جدعان. أي حاجة من التانية دول لأ. تمام. أنت هنا أهو individual research program بيبقى أول واحدة. تمام. هنا دلوقتي هنا بيقول لك أنت عاوز need based financial aid، اللي هو هيديك financial aid. هو أصلًا program الindividual ب$392. تمام. فأنت الfinancial aid ده أنت بتقدّم عليه أصلًا عشان إنك تاخده ببلاش. تمام. أنا عاوز financial aid. بعد كده الannual income اللي هو ال الannual income ده اللي أنت بتكتب اللي هو إيه، ال عيلتك مثلًا بتاخد كام في السنة. تمام. بعد كده بقى أنت هنا بتقول family's financial background، بتتكلم مثلًا أكتر عن عيلتك. بتتكلم بالضبط، أنت بتقول عيلتك مثلًا فيها كام فرد. بعد كده الannual income بتاع عيلتك. بعد كده مثلًا إخواتك في جامعة مثلًا، فهُم عايزين مصاريف كتير. بعد كده مثلًا أنت في مدرسة داخلية مثلًا، فأنت بتدفع مثلًا مصاريف قد إيه، والّا أنت مثلًا مدرستك حتى لو مش داخلية مثلًا خاصة أو أي حاجة أو حكومية أو أي حاجة. فأنت بتقول بالضبط أنت بتدفع كام في مدرستك. ومثلًا دلوقتي اللي هو أنت بتدفع مصاريف دروسك وهكذا. فأنت بتتكلم أكتر عامةً عن اللي هو ال الfinancial background بالضبط يعني. تمام. حتى هُم كمان بيبقوا كاتبين هنا أهو بالضبط الحاجات اللي هُم عايزينها يعني. بعد كده أنت تقدر إنك تغطي قد إيه من الprogram، فأنت بتقول 0% لو أنت عايز 100% financial aid. لكن لو أنت تقدر تدفع حاجة، شوف أنت تقدر تدفع قد إيه وخلاص. تمام. بعد كده أنت دلوقتي الفيس بتاعة الثانوية بتاعة الschools بتاعتك أو الuniversity بتاعتك. بس إحنا عادي إحنا school، فمثلًا قُل $100 مثلًا. السؤال ده هنا بيقول لك دلوقتي أنت بتاخد scholarship قد إيه من المدرسة، أو يعني المدرسة بتدّيك قد إيه من scholarship. قُل مثلًا هنا 0. بس. وبعد كده بقى هنا نيجي للسؤال ده اللي هو بتاع الtopic area interested. يعني الحاجة اللي أنت مهتم إنك تعمل فيها research، فمثلًا هنا computer science مثلًا. وبعد كده أنت الtopic اللي أنت مهتم بيه أوي برضه، هنا تكتب هنا computer science. بعد كده هنا تختار بقى topic فرعي، مثلًا لو أنت ما اتقبلتش في ده فأنت تختار حاجة تانية، مثلًا هنا الphysiology مثلًا أي حاجة. تمام. بعد كده بقى إيه نخش على الessays اللي هي بتاعة الضمير نفسها. هُم بيبقوا 5 essays بالضبط. هنا الessay ده اللي هو بتاع why you are interested in above areas of research. الessay ده أنت بتتكلم عامةً عن أنت ليه بتحب المجال ده. ويُفضّل إن أنت أصلًا لمّا تيجي تبتدي essay ده بتبتدي بinspiration، بمعنى إن أنت مثلًا بتقول وأنا صغير. مثلًا ده لو هاتكلم عن الكمبيوتر science، اللي هو مثلًا بتقول وأنا صغير مثلًا أبويا ادّاني lاب وأنا فضلت مثلًا إن أنا أقعد ألعب عليه games، أذاكر عليه وهكذا. وده خلّاني مثلًا اللي هو أنبهر بقى ومش عارف إيه. وأقول دلوقتي إن الكمبيوتر science ده، أو إن أنا مثلًا اللاب ده يعني شدّني إن عاوز أعرف إزاي البرامج دي بتتعمل وهكذا، ده inspiration. وبعد كده بتبتدي تتكلم بقى دلوقتي إن أنت مثلًا لمّا أنت كبرت وكده، فإن أنت ابتديت إنك تذاكر الكمبيوتر ساينس لوحدك. وده يعني حاجة حببتك أكتر في المجال. فهو أنت عامةً أنت بتتكلم بتبرز شغفك عامةً في المجال اللي أنت مختاره، سواء اللي هو كمبيوتر ساينس أو غيره، في السؤال ده. تمام. تاني حاجة بقى اللي هو please describe any previous coursework experience، اللي هو أنت عامةً بتقول الexperience بتاعتك في المجال ده. فأنت بتبتدي إنك تتكلم عن الكتب اللي أنت قرأتها. ممكن تتكلم برضه عن الcourses اللي أنت خدتها. مش شرط تقول حاجات أنت خدتها فعلًا، يعني أنت ممكن تقول حاجة وتاخد مثلًا اسمها من على النت مثلًا. يعني مثلًا دلوقتي أنت front end developer، بس أنت مثلًا ما تعرفش أي حاجة عن front end developer. فأنت تقول مثلًا أنا خدت كورس كذا، كذا من Udemy وخلاص مش مشكلة يعني. هو كده مش بيسألوا أوي. تمام. وبعد كده بتقول المشاريع اللي أنت عملتها وبتخش في تفاصيل شوية بس مش أوي يعني. تمام.
بعد كده هنا بقى بتقول why you are candidate for Lemon Research Program. فأول حاجة لازم تدرس الجانب الأكاديمي من حيث درجاتك، مثلًا تقول إن أنت بتقدر إن أنت تحافظ على GPA عالي مثلًا. ومثلًا الcomputer science دي المادة اللي أنت تبقى شاطر فيها مثلًا وتجيب فيها A أو A+ مثلًا، وإن أنت بتقدر إنك تشتغل لوحدك، وإن أنت أصلًا ليك research question معين أنت عاوز تتكلم عليه، مثلًا زي اللي هو دلوقتي إزاي أدمج ما بين الcomputer science والartificial intelligence برضه والpublic health وهكذا. فأنت بتبتدي تبرز إن أنت بتقدر درجاتك عالية، تقدر إنك تعتمد على نفسك، ليك research question أنت عاوز تشتغل عليه، وبعد كده إزاي الdomain هتفيدك عامةً في إن أنت لمّا تيجي تخش الprogram ده، تمام؟ بعد كده بقى إيه، آخر سؤال خالص اللي هو بتاع تنظيم الوقت. فأنت بتتكلم عامةً عن الmethods اللي أنت بتستخدمها في إن أنت تنظم بيها وقتك، سواء مثلًا لو Google Keep، Notion أو أي حاجة، وبعد كده بتقول بقى إزاي أنت تستخدمها بقى في إن هي تنظم وقتك. ومثلًا لو أنت مثلًا في الأجازة اللي هو زي summer court 1 أو 2 أو summer court بالذات اللي بتكون في الأجازة، فتقول مثلًا دلوقتي بما إن أنا في الأجازة فأنا متفرغ أوي وإن أنا أقدر أوفّر حتى أكتر من 10 ساعات للمير، فتقدر إنك إيه، تقول لهم بالضبط أنت فاضي قد إيه وهكذا. بعد كده هنا لو أنت عندك مثلًا أي نوع من أنواع الdisabilities فبتقول yes، لو أنت سليم فبتقول no. بعد كده الGPA بتكتب الGPA بتاعك مثلًا اللي هو قُل مثلًا 3.7 مثلًا أي حاجة. بعد كده أنت لو خدت أي بعد كده مثلًا أنت لو خدت أي test من دول الSAT والACT والحاجات دي، أنت available إن أنت تstart الcourse بتاعك yes. بعد كده أنت بتقدر إنك توفّر أو إنك تقدر إن أنت يعني تكون جاهز إنك توفّر أكتر من 5 ساعات في per week yes مثلًا. بعد كده أنت قبل كده different في cohort اليومية research program. لو أنت اتقبلت قبل كده فبتختار yes، لو أنت ما اتقبلتش قبل كده بتختار no. بعد كده لو أنت عندك private counselor، لو عندك قُل آه، لو ما عندكش قُل لأ. بعد كده بتقول أنت إزاي سمعت عن نومير، قُل مثلًا تيك توك وخلاص. تيك توك، تمام. أو قُل مثلًا my counselors وخلاص. بعد كده دي لأ، عامةً ما أظنش إن عندنا أي حد أهله اشتغلوا في نومير يعني. بعد كده anything else قُل no خلاص، وبعد كده submit الapplication بتاعتك يعني، تمام. هو عمل لي بس الحاجات دي عشان أنا في حاجات كتير أوي ما كتبتهاش بس. نخش بقى على حاجة مهمة أوي. خلاص أنا اتكلمت عن الحاجات دي، وrecap سريع. أنت بتبين عامةً الacademic excellence بتاعك، الشغف بتاعك، والability إنك تقدر إنك تشتغل independently. وبرضه يعني إن أنت تبرز قد إيه إن أنت شخص إن هو شغوف وكده في إن أنت تشتغل. وحاجة not required إن هو إن يكون في experience يعني في المجال بتاعك، تمام. وحاجة مهمة أوي show don't tell، يعني ورّيني الحاجات دي ما تحكيليش الحاجات دي. بمعنى يعني مثلًا دلوقتي ما تقوليش إن أنا شاطر أوي في مدرستي، لأ قُل لي مثلًا أنا شاطر وباجيب درجات وهكذا. ما تقوليش مثلًا دلوقتي أنا شغوف في الحاجات دي، لأ قُل لي أنا شغوف وعندي مشاريع وبافكّر وباعمل research في المجال ده وهكذا، في فرق، تمام. بالنسبة للinterview stage فهو الinterview عامةً ده بيبقى مهم جدًا لإن هو بيبقى تاني stage في الapplication process بتاعتك. عامةً لمّا ييجي لك congratulations أنت shortlisted إن أنت تروح الinterview stage. فهو أنت بيبعت لك كده link، ده بيبقى mail calendly كده. أنت بتschedule فيه الinterview بتاعك. حاول إنك تختار أول يوم وأول ميعاد، تمام. حتى لو ميعاد ده كان الفجر، تمام. أنا الinterview بتاعي كان الساعة 7:00 يعني، فاللي هو يعني اختار أول ميعاد وأول يوم، تمام. عشان ده بيفرق أوي. وحاول إنك دايمًا تقدّم أصلًا في أول cohort خالص. يعني مثلًا دلوقتي أقول لكم على حاجة، لو أنت قدّمت في أول الcohort خالص مثلًا في أول 5 أيام، فأنت نسبة قبولك بتبقى عالية أوي للinterview. ولو أنت كنت كويس في الinterview نسبة قبولك بتبقى عالية أوي ب100% financial aid، فاهمني. فهو أي حاجة عامةً بتبقى عالية أوي. لكن كل ما تتأخر كل ما الفرصة بتقل، لإن كده هيبقى في ناس قدّمت تانية وغالبًا ممكن مثلًا في ناس أحسن منك وهكذا، تمام. نيجي بقى لtips الinterview نفسه. أول حاجة زي ما أنا قُلت أنت بتschedule يعني أول حاجة في كل حاجة. بعد كده بقى إيه، أنت بتحاول إن أنت تmemorize points إنك تتكلم عليها. بمعنى أنا مثلًا هاقول لكم على طريقة تمشوا عليها وتبقى حلوة أوي. أول حاجة ما تحفظش كلام. أنت ما تحفظش كلام، ما تتكلمش زي الروبوت، تمام. حتى كمان في المعرض الكام ما بيقولوا لنا أنت ما تحفظش الكلام، ما تحفظش البوستر، تمام. أنت بتتكلم باللي أنت فاهمه. فهو أنت في الرميل أنت بتكون محضّر نُقط في دماغك، مش بتكون محضّر كلام في دماغك، لإن الكلام هيتنسي، لإن أنت كده هتتوتر. وممكن يسألوك أصلًا أسئلة غير اللي أنت تكون محضّر لها، تمام. فأنت بتكون محضّر points. أنت لو سألك مثلًا بأي شكل من الأشكال فهو هل هو بيmeet الpoint دي تيجي تتكلم معاها، تمام. يا إما أنت ترتجل بقى لو أنت هتعرف ترتجل يعني، تمام. فهو مثلًا دلوقتي أنت أول حاجة هيقول لك introduce yourself. فأنت هتقول مثلًا دلوقتي hello I am عمر عبد الرحمن سالم attended Azure Custom School in Egypt، تمام. بعد كده مثلًا هيقول لك أنت مثلًا إيه هو الexperience بتاعتك، فتقول مثلًا اللي هو I have created مثلًا
a project its name is rhythm track AI وهكذا. تمام، فابتدي إنك تتكلم عن الresearch experience بتاعتك. بعد كده مثلًا يقول لك الfinancial aid، ما أظنش إن هم يسألوا على الfinancial aid تاني، لأن هم أصلًا حطّوا كل تفاصيل الfinancial aid أصلًا في الforum. تمام، بعد كده مثلًا يقول لك دلوقتي أنت عاوز تتعلم الprogram، فاللي هو مثلًا تقول لهم عايز أتعلم methodology of research وهكذا. يعني أنت بتكون محضّر points، اللي هو دلوقتي أول حاجة لو سألك عن introduce مثلًا yourself تقول 1، 2، 3، مش تحفظ، لأ تقول مثلًا أول حاجة المفروض إن أنا هاتكلم عن نفسي، وهو مثلًا دلوقتي اللي هو أنا passionate about computer science because مثلًا دلوقتي I have inspired this love مثلًا from my father، أي حاجة. تمام، فأنت بتقول إن هو أتكلم عن الinspiration، أتكلم عن المدرسة اللي أنا فيها، اللي هو مثلًا أقول أنا في شرقية STEM school. بعد كده مثلًا تقول اسمك طبعًا، وبعد كده لو سألك الexperience بتاعتك تتكلم عن المشروع بتاعك، تتكلم إن أنت إزاي عملته، تتكلم مثلًا عن الصعوبات اللي قابلتك، وتتكلم إن أنت ال ال عن مثلًا الجوايز اللي أنت كسبتها. دي أنت إيه، ده لمّا بتيجي أنت تحضّر مع نَفْسك، وبتبتدي بقى إنّك تعمل بروفات، بتتكلّم، بتحاول إن أنت تبقى الinterviewer وتبقى الinterviewee في نَفْس الوقت. تمام، إن أنت بتكون الشخص اللي بيعمل interview والشخص اللي بيتعمل له interview. تمام، عشان بحيث إن أنت إيه، ويُفضّل أوي إن أنت تخش Google meet مع حد أو Zoom مع حد، ويقعد إن هو يحضّر معاك. تمام، فتبقى حاجة حلوة. زي ما قُلت لكم إن أنت حاول إن أنت تprepare، ما تتكلّمش زي الروبوت. تمام، أنت بس مجرّد إن أنت بتجهّز points. بعد كده keep your eyes on the camera while talking. أنت يعني حاجة مهمة أوي، 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 إن أنت لمّا تيجي تتكلم بُص في الكاميرا، ما تبُصّش على الشخص، لإن هو هيكون لمّا أنت تبُص على الشخص فأنت كده بتبُص على الشاشة، أنت مش بتبُص في عينيه. تمام، فده هيبقى هو كده هيفكّر إن أنت بتبُص على حاجة وبتملّي نَفْسك منها. تمام يا جماعة، النقطة دي مهمة أوي، يعني أنت بُص على الكاميرا كده أهو. تمام، أنت كده لمّا تبُص على الكاميرا أنت كده بتبُص في عينيه، لكن لمّا أنت بتبُص على عينيه في الشاشة كده هيفكّر إن أنت بتقرأ من حاجة. فلأ خالص، يعني لازم إنّك تبُص إيه في الكاميرا. بعد كده برضه حاجة هي optional بس بتفرق معاهم، إن أنت بتsend documentary للinterviewer عامةً بعد الinterview مباشرةً. بمعنى يعني إيه documentary؟ مثلًا دلوقتي أنت دخلت مسابقة وجبت مثلًا فيها مركز أو حاجة زي كده أو خدت شهادة، فدلوقتي أنت الdocumentary دي إن أنت خدت شهادة، تيجي مثلًا عامل file وتيجي حاطط فيه الشهادة دي. تمام، أنت مثلًا اتطوعت في حاجة وخدت شهادة، تيجي حاطط مثلًا الشهادة دي. بعد كده تيجي أنت باعت لهم mail تقول لهم دي الdocumentary work برضه بيدل مثلًا على الexperience بتاعتي، وإن أنا شخص إيه مثلًا باحب العمل في المجتمع وهكذا. تمام، بس. وDon't panic take it easy، يعني هو الinterview عامةً يعني هو مش حاجة صعبة، يعني هو بتبقى حاجة سهلة عامةً بس. الأسئلة الexpected اللي ممكن تيجي لك في الinterview اللي هو tell me more about yourself. What is your research background and experience. What do you expect to learn from Lumiere. How will you manage your time في Lumiere. بعد كده بقى إيه، قُل لي عن الfinancial background بتاعك. أنت كل سؤال ببساطة ممكن تتكلم عنه إزاي. tell me more about yourself، فأنت تقول مثلًا اللي هو hello I am عمر عبد الرحمن سالم a student at Ashok Customs School in Egypt. بعد كده مثلًا تقول I'm passionate about computer science especially artificial intelligence and I have inspired this love from my father. يعني أنت بتبتدي إنك تتكلم عن نفسك. تمام، وزي ما قُلت لكم أنت بتجهّز points إنك تتكلم عليها. تمام، بعد كده تقول مثلًا إن هي research background، مثلًا تقول اللي هو I have created a project for ISIF its name is Rhythm Track AI. This project aims to diagnose artificial vision patients وهكذا. تمام، فهو أنت بتتكلم عن الresearch background بتاعتك. تمام، وبتبتدي برضه زي ما قُلت لكم أنت بتقول points، مثلًا أول حاجة أنا هاتكلم عن المشروع بتاعي في ISIF، وبعد كده هاقول إن هو بيهدف لإيه. بعد كده بعد ما أقول هو بيهدف لإيه، هاتكلم دلوقتي إن هو إيه الإنجازات اللي عملتها بيه. بعد كده مثلًا دلوقتي إيه هي العقبات اللي قابلتني وهكذا. فهمتوا؟ بعد كده أنت إيه مثلًا expect إن أنت تتعاملوا في الإيميل اللي هو I want to learn the methodology of research and improve my communication skills with PhD mentors وهكذا. تمام، يعني أنت دي بتبقى بتقول مثلًا أنت حابب إنك تتعلم إيه اليومين مثلًا، أنت عاوز تتعلم الmethodology بتاعة الresearch، عاوز مثلًا تقوي عامةً اللي هو إيه التواصل بينك وما بين الPhD mentors وهكذا. إن اليومين مثلًا يبني عندك solid information about research كده. how will you manage your time في Lumiere. دي السؤال ده اتسأل لي قبل كده. فأنت حرفيًا أنت بتقول إيه، بتقول دلوقتي إن أنت بتستخدم 1، 2، 3 مثلًا اللي هو pomodoro technique مثلًا notion google keep أو أي حاجة. وبعد كده بتقول له بقى الطرق اللي أنت بتمشي عليها عامةً في إن أنت تmanage your time. تمام، بعد كده لو سألك عن financial aid فأنت بتقول حرفيًا نفس اللي أنت قُلته عامةً في الforum بس. فبس كده. خلاص ده الend وthank you for watching يعني. عامةً إحنا هنبقى معاكم عامةً على الجروب لو حد مثلًا عاوز إن إحنا نراجع له essay أو حاجة زي كده، فإحنا معاكم على الجروب عادي. وحد داخل interview مثلًا لو عايز أي نصايح حاجة زي كده، فهو الفيديو ده هيبقى كافي ووافي ليه. وبرضه لو حد يعني حابب إن هو يcheck معانا هل هو ماشي صح والّا لأ، فبرضه إحنا معاكم على الجروب. الجروب الوصف هيسيبه في الdescription وبس كده، سلام.